نواف العقيدي يرد على منتقدي مستواه امام كوستاريكا بهذه الطريقة. لكن قبل ان نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك اعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. رد نواف العقيدي حارس مرمى النصر ومنتخب السعودية بطريقته على منتقدي مستواه خلال مواجهة الاخضر الودية امام كوستاريكا والتي اقيمت امس الجمعة. نواف العقيدي يذكر منتقديه بجائزة افضل حارس. خسر منتخب السعودية امام كوستاريكا ب3 اهداف مقابل هدف على ملعب نادي نيوكاسل يونايتد، وقد شارك نواف العقيدي اساسيا في المباراة. وتعرض الحارس نواف العقيدي للسيل من الانتقالات على موقع التواصل الاجتماعي اكس بسبب مستواه في ليلة خسارة المنتخب السعودي امام كوستاريكا. وجاء رد نواف العقيدي بشكل غير مباشر من خلال تذكير منتقديه بتحقيقه جائزة افضل حارس في بطولة كاس اسيا تحت 23 عاما في اوزباكستان عام 2022. وحصل نواف العقيدي على افضل حارس مرمى في بطولة كاس اسيا تحت 23 عاما بعدما قاد الاخضر السعودي للتتويج باللقب على حساب اوزباكستان بعد الفوز بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية. وقدم نواف العقيدي اداء مميزا خلال مباراة الاخضر في البطولة، وتميز بالتصديات الحاسمة ليحافظ على نظافة شباكه في المباريات الست.